أسطورة الطوفان عند شعب الأوبي. شعب الأوبي هما واحد الناس اللي هما الأمريكيين الأصليين ديال دولة أمريكا. فحسب الشعب الأوبي العالم ما كانش غير مرة واحدة، كانوا عوالم متعددة، وكل عالم كيتسالم للبشر كينساو كيفاش يعيشوا مع الطبيعة باحترام. في العالم الثالث الإنسانية كتولي طماعة عنيفة، ما كتشكرش الأرض وما كيحترموش قوانين الطبيعة، وهذا الشيء يخرب التوازن ديال الأرض. فالشعوب الأمريكية الأصلية كيأمنوا بواحد الإلهة سميتها سبايدر وومن، كتمثل الحكمة الكونية والارتباط بين الإنسان والطبيعة والحماية والإرشاد والخلق والتجدد. فهي اللي كتنسج خيوط العالم، ماشي خيوط مادية بل خيوط الحياة ولا خيوط القدر، خيوط التوازن. الشعب الأوبي عندهم سبايدر وومن هي الروح اللي كتساعد البشر الأوائل، واللي حضرتهم من الطوفان، اللي علمتهم كيفاش ينجيو راسهم، فهي كتعلمهم وكتحضرهم. فهنا فاش كان الطوفان قرب يجي حضرتهم بطرق عديدة وغير مباشرة، ولكن الناس فقدوا الاتصال مع الطبيعة وما بقوش كيفهموا العلامات. ومن بعد الشتاء بدات كتنزل بدون توقف، والبحر طلع، الوديان فاضوا، والأرض كلها غرقات. الناس بزاف ماتوا، ولكن الكارثة ما كانتش غير هلاك، كانت تنقية كذلك. الإنسان ولا مهمل وما كيحترمش الطبيعة، كيستعملوا الموارد بدون حدود بحال الماء والغابة والتربة والحيوانات، كيقطع الأشجار بزاف وكيصيد بزاف وكيضرب الأرض بلا ما يراقب العواقب. فالأرض كتنهار والتوازن الطبيعي كيتخرب. هاد الأسطورة كتبين كيفاش الطمع كيخلي الإنسان يولي يتيق أنه هو مركز الكون، وكيظن الطبيعة خدامة غير ليه، كيضحك على الإنذارات وما كيشوفش علامة الأرض. فاش المياه كتكتر والطيور كتهرب بعيد، فالأساطير هاد السلوك كيجيب الطوفان أولا الكارثة. المدن الكبيرة والضوضاء والتكنولوجيا اللي كتجيب لا وعي كتخلي الإنسان ما يسمعش إشارة الطبيعة، كتولي الأرض بالنسبة ليه مجرد أداة كيستغلها، ما كيتبقاش عنده إحساس بالمسؤولية. الشعب الأوبي نزلت عليهم الشتاء بدون توقف، والبحر طلع، الوديان فاضوا، والأرض كلها غرقات. الناس بزاف ماتوا، ولكن الكارثة ما كانتش غير هلاك، كانت تنقية. من بعد الطوفان رجعت المياه للأصل ديالها، والأرض خرجت نقية، الينابيع تفجرات، التربة ولات خصبة، الحياة رجعت بقوة. الناجين دخلوا العالم الرابع، العالم اللي نعيشوا فيه دابا. فالعبرة ديال هاد الأسطورة هو أن الطوفان راه ماشي انتقام، ولكن تنظيف وإعادة توازن. الأرض كانت كتألم، ولكن بداك الطوفان تشافات. الإنسان راه ماشي سيد الطبيعة، ومن بعد الدمار كترجع الخصوبة والنور. فعاودت لكم هاد القصة باش في الاخر نترحموا على جميع ضحايا ديال الفيضانات اللي ضربت مدينة اسفي، والله يرحم الابرياء اللي مشاو وما بقاوش معانا، والله يصبر العائلات على هاد المصيبة الكبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يخفف على الناس المتضررين ويعوضهم الخير ويعطيهم القوة والصبر، ويعمر ديورهم بالسلام والطمأنينة. وما نساوش نكونوا عون لبعضنا البعض في هاد الأوقات الصعيبة، ونمدوا اليد للناس اللي محتاجين. فهاد القصص والأساطير القديمة بحال الطوفان وسبايدر وومن عند الشعب الأوبي، الإنسان كتبين لنا أن الإنسان راه ماشي فوق الطبيعة، ولكن راه هو جزء من الطبيعة. وباش حنا نتعتقوا من الكوارث اللي كتجي بسبب الأرض والمياه والجو، خصنا نتحدوا جميعا، وخصنا نسمعوا للطبيعة ونحترموها ونتعلموا من الدروس القديمة. خصنا نبداو نفكروا
ونسجلوا هاد الدروس اللي دازت علينا ونطبقوها في المستقبل باش ما نعاودوش نفس الأخطاء ونضمنوا سلامة الأرض والحياة ديالنا. غنكونوا دابا وصلنا للآخر ديال الفيديو، ما تنساوش تتابعوا عالم سيليا باش ديما يوصلكم الجديد، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامة عليكم.